صباح الخير عبر شاشة تلفزيون لبنان لكل يلي انضموا لشاشتنا بهذا الوقت. حلقة جديدة من لبنان اليوم، وبسرني أني أستضيف فيها المحلل السياسي الأستاذ توني بولس. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على شاشة تلفزيون لبنان. يمكن كنت عم تقلي لأول مرة اليوم بتكون ضيفنا. صحيح استاذ بيير، يعني بشرفنا نكون على تلفزيون لبنان، تلفزيون رسمي اللبناني يلي لازم ينعطاه أهمية كتير كبيرة، ولازم الدولة تحط جهد فيه أكبر، لأنه هذا التلفزيون يمثل الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني، وهو التلفزيون الجامع. نعم. يلي بيجمع كل اللبنانيين وكل الأطياف، وهو بيجسد العملية الديمقراطية اللبنانية. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا مباشره بمحاور حلقه اليوم. رح نبدا بجلسه انتخاب رئيس الجمهوريه يلي انعقدت بالامس، واكيد يعني ما طلعت برئيس جمهوريه كما كان متوقعا. برايك ليش الرئيس بري في هذا التوقيت بالذات اراد انه يدعي لجلسه لانتخاب رئيس الجمهوريه؟ يعني دستوريا بحق له رئيس مجلس النيابه يدعي لجلسه ابتداء من اول ايلول. هذا واقع دستوري معين بده يتماشى فيه. هلا اختيارها بهالضبط بهالظرف تحديدا وبهذا اليوم يعني كمان بيحمل تساؤلات، وخاصه انه كنا عم نشوف انه رايح المسار باتجاه تاليف الحكومه وانتظار الايام الاخيره واللمسات الاخيره على تاليف حكومه جديده. دعوة هالجلسة وبدء عملية أو الجلسة الأولى أو الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية تأخذ الأمور بمنحى ثاني تماما، لأنه بتخلق جدل دستوري كبير. البعض بيعتبر اليوم أنه المجلس النيابي من الآن والصاعدا صار هيئة انتخابية، لا بيقدر يشرع قوانين ولا بيقدر يروح باتجاه اعطاء ثقه لحكومه جديده، وبالتالي خلص وكانه الغينا عمليه تشكيل الحكومه ورحنا بمسار رئاسه الجمهوريه، واقتنعنا بعمليه الحكومه استمرار حكومه تصريف الاعمال. هيدي رح تخلق لنا بالايام المقبله جدل بهذا الموضوع، اذا في امكانيه تشكيل حكومه ولا خلص. للاسف في لبنان الدستور هو وجهه نظر، كل فريق سياسي بيفسره مثل ما بيناسبه. واليوم رئيس بري كونه رئيس مجلس النيابه عم بيشوف كمان هل تفسير القوانين بما يناسبه ويتلائم مع عمليه سياسيه. رئيس بري هو فريق سياسي، وبالتالي ترك تفسير الدستور بشكل كامل عند الرئيس بري كمان هيدي نقطه عليها علامه استفهام، انه حيكون يفسر وفق ارائه وفق مصالحه السياسيه. فلذلك بعض الامور اللي مش واضحه دستوريا. شو الامور يلي امبارح اذا فينا نقول هيك استفزتك بهذه الجلسه الانتخابيه؟ مش عمليا استفزاز، هي جلسه يجب ان يكون هناك جلسه انتخاب رئيس جمهوريه، ولكن فينا نطلع بخلاصات وقراءات لها. اول قراءه من الواضح انه ولا اي فريق يمتلك امكانيه ايصال رئيس بمفرده، هيدي اول نقطه. الفريقين الاساسيه بالبلد يعني الانقسام العمودي قادر يعطل جلسات مجلس النيابه، كلهم عندهم الثلث المعطل. ايضا شفنا رسائل، يعني اليوم الفريق الممانع فريق حزب الله وحلفائه عندهم مرشح هو سليمان فرنجية، صحيح لم يكشفوا عنه بشكل واضح. هيدي النقطة اللي بدي أسألك عنها، ليش امبارح الثنائي الشيعي تحديدا ما صوت لا لجبران باسيل ولا لسليمان فرنجية؟ هل تعتقد اليوم أنه حزب الله لم يأخذ خياره بعد لمن سيكون التصويت لسليمان فرنجية أو لجبران باسيل؟ يعني حزب الله يريد أن يدخل المعركة الانتخابية يكون حاسم أمره أو باسم واحد. ليه ما حسم أمره بعد؟ قادر، لأنه في خلافات ضمن فريق 8 أذار. اليوم رئيس بري وحركة أمل ما بتقبل ترشيح جبران باسيل، بالمقابل جبران باسيل منه قبلين أيضا بسليمان فرنجية، وأكثر من هذا. حزب الله يمكن أقرب له جبران باسيل إذا فينا نقول من ناحية التمثيل المسيحي والجيرة، يعني الضاحية والحدد، يعني بده غطاء مسيحي بيمثلوا التيار الوطني الحر. البعض من داخل حزب الله يقول هذا الأمر. اليوم حزب الله بطبيعة الحال بيناسبه أكثر جبران باسيل لعدة أمور. بيعتبر أيضا سليمان فرنجية أقرب للنظام السوري، وبالتالي بده هو رئيس يكون تابع مباشرة له. ثانيا تجربته مع ميشيل عون كانت التجربة الأفضل بالنسبة لحزب الله، باعتبار أنه إجا رئيس عمل تغطية كاملة لحزب الله، ما اعترض على أي مشروع، سلموا القرار الاستراتيجي بالبلد، وبالتالي إذا هذا المسار بيناسب حزب الله أكثر.
بس في مشكله بالمقابل ايضا بالنسبه لحزب الله بتبني جبران باسيل، انه جبران باسيل عليه علاقات دوليه، وبالتالي يصبح رئيس للجمهوريه غير قادر على الخروج من البلد، رئيس معزول ما بيقدر يتصل باي وزير خارجيه بدوله غربيه. بس كمان شفنا العماد ميشيل عون كمان عزل ببدايه عهده بنوع او باخر، يعني من خلال عدم زيارته للدول العربيه. ممكن هذا الامر ينسحب على جبران باسيل وقد ينسحب ايضا على سليمان فرنجية. يعني الرئيس عون عزل نفسه بنفسه. اليوم رئيس عون وقت اللي وصل رئيس للجمهوريه انعطاه فرص يمكن ما حدا من رؤساء الجمهوريه اللبنانيين قبل اخذ الفرص. وصل بغطاء شعبي واسع، يعني خاصة على المستوى المسيحي بتحالفه كان بوقتها مع القوات اللبنانية وكل القيادات والفعاليات المسيحية، أيضا بغطاء وطني وحصل على شبه إجماع بالمجلس النيابي. الدول العربية انفتحت مباشرة على الرئيس عون، وإذا بنتذكر بعثت له موفد ملكي تيهنيه بقصر بعبدة، ومن بعدها رئيس عون زار المملكة العربية السعودية، وكانت مفتوحة الآفاق عربيا ودوليا. ولكن اللي صار إنه رئيس عون راح سريعا باتجاه المحور الإيراني وتحول إلى أداة للمحور الإيراني، وأكثر من هيك راح بتصريحات معادية للخليج، حكي بشكل مباشر عن موضوع الجيش، يعني أضعف الجيش معنويا بضرب بالأشهر الأولى من ولايته، حيث بلش يحكي أنه الجيش اللبناني ضعيف بحاجة لسلاح المقاومة، سلاح المقاومة هو من يحمي اللبنانيين وليس سلاح الجيش اللبناني. راح بأجندة كمان صار في لغط بهذا الموضوع، يعني أول ما لم يقله الرئيس عون، يعني وكمان كان في ردود فعل وكان في توضيحات من القصر الجمهوري بفتكر بوقتها بهذا الخصوص. ما بفتكر هذا الموضوع كان واضح جدا، حتى أكثر من ذلك. يعني الرئيس عون كان يعني يعني بطل في فصل بين الميليشيا والدولة بعد ميشيل عون. طيب خليني ارجع، كان مختلف عن عهد ميشيل سليمان، بحيث كان في دولة وكانت الميليشيا قائمة موجودة، ولكن أقله كان في بيانات تصدر عن الحكومة، كان في مواقف تنديدية وقت اللي بيكون في اعتداء على دول الخليجية، فهذا ما كان موجود طيب بس بدي ارجع، بس كمان خليني اضيف نقطة، انه ما افشل ايضا ولاية رئيس عون هو انه جبران باسيل باليوم الاول اللي انتخب فيه ميشيل عون رئيس الجمهورية بلش عمليا حملته الانتخابية للوصول الى سدة الرئاسة خلفا للرئيس عون. وهيدي ظاهرة ما شفناها من قبل، انه تبدا عمليا حملة الانتخابية للرئيس المقبل قبل ب6 سنوات من انقضاء هالولاية. نعم استاذ توني، بس خلينا نرجع الى موضوع القرار يلي ممكن ياخده الثنائي الشيعي بفيما خاص جبران باسيل او سليمان فرنجية، وشفنا الاوراق البيض بالامس كانوا اوراق حرزانيين، يعني كيف رح ينتهي او ينتهي التفاوض بين حركة امل وحزب الله بشأن من سيرشحون الى الانتخابات؟ بالنهاية بدهم يوصلوا الى حل. برأيك هل رح بيروحوا رح يكون حزب الله رأيه هو الغالب يعني بهذا الأمر، ورح نروح إلى ونشوف ترشيح جديد لجبران باسيل، أو سيترك الخيار يكون في فصل إذا فينا نقول بين الكتلتين؟ برأيي إذا حزب الله رح عم بيناور بجبران باسيل وعم بيناور بسليمان فرنجية، المرشح الجدي لحزب الله لن يكون لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية، لأنه بيعرف إنه ما في خوض هالمعركة، بيعرف ما في يجيب رئيس من 8 أذار بهذه الانتخابات وهذا الموزايك الموجود بالمجلس النيابي، وأيضا الظروف الإقليمية والدولية مش سامحة. يعني المرة الماضية 14 أذار هن انتخبوا مرشح ل8 أذار. هذا الأمر مش ممكن يحصل بالمجلس النيابي الحالي. بالمرة الماضية فريق 8 أذار سوق لمرشح 8 أذار بالمحافل الدولية وأقنع المجتمع العربي والدولي بوصول ميشيل عون. هذا الأمر غير متوفر حاليا، وبالتالي حزب الله يدرك أن هناك استحالة لإيصال مرشح من 8 أذار، وأصلا واضح حزب الله عم بيحكي برئيس توافقي ورئيس وسطي. الرئيس وسطي طبعا هيدا اللي يعتبر عبوة عم بيقدمها حزب الله، لأنه ما في شيء اسمه وسطية اليوم بين أمور كتير واضحة. الوسطية بين الدولة والميليشيا مش لازم تكون موجودة. اليوم نحن مطلوب رئيس الجمهورية عنده خيارات، اليوم في خيارات لازم ياخذها الرئيس المقبل، يستعيد الدولة، يستعيد المؤسسات، يكون واضح بموضوع قضية سلاح حزب الله، واضح بتموضع لبنان بأي محور، هل هو محور إيراني أو لبنان هو جزء من العالم العربي وعضو بجامعة الدول العربية. فمطلوب رئيس واضح المسار، مش رئيس مساومات يقطع بالكل. يعني مش المهم نجيب رئيس ولا قاطع بيت 100 صوت بالمجلس النيابي، بقدر ما نجيب رئيس عنده خطة واضحة
عنده برنامج إصلاحي اقتصادي. عم ننسى كتير موضوع الاقتصادي، هموم الناس، مشاكل الناس، الانهيار المستمر في لبنان. ورئيس السيادة يرجع يقول والله هذا البلد في مؤسسات، يرجع يرد الهيبة للقضاء، يرجع يهد دور الجيش اللبناني ومهام الجيش اللبناني، قرار السلم والحرب يكون بالحكومة اللبنانية. فبالتالي عمليا الأمور يجب أن تذهب باتجاه اتفاق على رئيس الجمهورية يكون عنده هالمواصفات، ويكون إلى جانبه أيضا رئيس حكومة يستكمل هذه المواصفات، لأنه ما بيكفي نجيب رئيس جمهورية فقط يتمتع بعناوين اللي عم نحكي عنها بس ما عنده قدرة تنفيذية من خلال حكومة ومن خلال مجلس الوزراء. رح تحكي عن الحكومة بعد شوي، بس خليني نروح إلى المقلب الآخر وتحديدا إلى مقلب التغييريين. كتار من التغييريين بالأمس صوتوا لسليم إدي. برأيك ممكن يكون سليم إدي، ما بعرف مين سليم إدي صراحة، وبفتكر كل الشعب اللبناني ما بيعرف سليم إدي، بنعرف فقط أنه هو نجل الوزير السابق الراحل الله يرحمه ميشيل إدي، بس أكثر من هيك ما بنعرف شو مواقفه، ما بنعرف شيء عنه بالخالص. نعرف أنه هاجر من لبنان بال75 ومن وقتها يمكن ما بعرف إذا أجا على لبنان أو ما أجا، ما بعرف إذا هو أصلا متحمس ليكون رئيس للجمهورية. يعني هذا الخيار اللي أخذوه اللي بيسموا حالهم تغييريين، مين خدموا امبارح بهذا التصويت برأيك؟ يعني ابن نجل الوزير أو الرئيس الراحل إدي هو من الشخصيات المحترمة يلي عندها نجاحات اقتصادية، يلي عندها باك جراوند وبروفيل محترم على المستوى الأشخاص الموجودين، على المستوى العملي وعلى المستوى الشخصي. ولكن أكيد. اليوم بس ما بنعرف شو مواقفه من الأمور المطروحة بلبنان. مثل ما تفضلت، ما عنا فكرة شو رأيه بالسلاح، بالمؤسسات، بالدولة، ما بنعرف شو عنده خطة اقتصادية للبلد. في كتير أمور نجهلها. حتى حسب المعلومات انه وقت طرح اسمه هو رفض هذا الامر، وهو ما بده يكون مرشح لرئاسة الجمهورية، انما ما بعرف ليش التغييرين مصرين عليه. هون في بعض المعلومات تتقاطع، مش كل التغييرين، حتى مساء او الاجتماع الصاخب اللي صار بتحالف وطني عندما تم الاتفاق على اسم سليم إدي، كان هو مين بيضم هذا التحالف؟ لأنه عم نسمع بأحزاب تحالف يعني هو حزب النائب بولا يعقوبيان، يلي حيث اجتمعوا النواب التغييريين يعني، وكان القرار انه عم بيتناقشوا بعدة اسماء. كان في صلاح حنين، حتى ايضا كان في بعض النواب متحمسين لميشيل معوض، ولكن نتيجة الاشكال والتضارب الآراء داخل هالتكتل راح باتجاه نسمي شخصية تقطع بين هال13 واللي كان سليم إدي، علما انه باكد لك وكتار باكدوا انه سليم إدي منه طارح نفسه كمرشح رئيس الجمهورية، وبالتالي هن كانوا بس عايزين اسم حتى يتميزوا فيه عن الاخرين ويروحوا على المجلس النيابي يقولوا نحن اولا موحدين ك13، ثانيا نحن طرحنا اسم وعندنا فعليا الكل بيعرف انه منا موحدين، نحن منا مع فريق المعارض في لبنان. فعمليا هن كانوا عم بيحاولوا يوصلوا هيدي الرسائل اكثر ما هي كانوا فعلا عم بيخوضوا عمليه انتخاب لرئيس الجمهوريه او عنده رئيس جدي كمرشح لرئاسه الجمهوريه. طيب رح يوصلوا الى حل، رح يوصلوا الى توافق يلي بيسموا حالهم تغييريين؟ ما بعرف هذا اللقب يمكن يلي اخذوه قد ايه بصح عليهم اليوم، ما بعرف، بكره الايام تحكم. بس هل ممكن انهم يوصلوا الى حل مع الاطراف الاخرى، يعني مع الكتائب، مع القوات، مع الاشتراكيه؟ هل ممكن يوصلوا الى حل، الى حلف معين على اسم معين، او رح يضل هذا الانشقاق حاصل؟ كتلة التغييريين مثل ما تفضلت وسميتها، وانا ما بسميهم هيك اذا بدك، في عندي تسميه ثانيه، هن صرنا عم نسمع هون بين هلالين، يعني وطني وبلدتي ولنا ولكم، يعني اسماء واحزاب، صار كل 10 عم بيعملوا حزب وتنظيم وتيار وما بعرف. تمام، انا بسميهم العونيين الجدد، لانه اذا بجي بقارن تجربه التيار الوطني الحر اول ما بدا بالعمليه السياسيه بلبنان بال 2005، وقت اللي اجى ميشيل عون لم تحت جناحه كل التناقضات، وخاصة يلي كانوا خارجين من تجربة الاحتلال السوري بوقتها، فبدهم يلجأوا لمظلة معينة، ولجأوا لمظلة التيار الوطني الحر، وعملوا هذا التكتل الكبير جدا يلي كان متناقض بشكل كبير، وفرقع وجوا كمان حملوا نفس الشعار، شعار التغييريين، بلش التيار الوطني الحر يهجم على كل القوى السياسيه، يتهمها بالفساد والخيانه والبدكتيه، بس بالوقت ذاته يتحالف مع الجميع على القطعه بما يناسبه، فطلع معنا هذا المشهد المارق في الحياه السياسيه اللبنانيه. للاسف اليوم في عنا عمليه تجديد لهي الصوره بطريقه او باخرى،
تحت شعار أو مظلة الثورة كثير من التيارات والمجموعات الصغيرة كونت نفسها وقعدت تحتمت بشعار الثورة وحملت هذا الشعار وغشت فيه المجتمع. وكلنا بنعرف وين جايين وشو خلفياتهم لعشرات يعني السنين لورا، ومن وين عاملين اموالهم، ومن وين عاملين صفقاتهم، ومن وين عاملين كل هذه الامور. يعني ما بعرف اذا بينضحك بعد على الشعب اللبناني، بس بفتكر الشعب اللبناني مصدق. لا للاسف انضحك على الشعب اللبناني، والشعب اللبناني اعطى ثقته لهذا الشعار، ولكن تحته طلع فيه الغام كثيره، منا سراي مقاومه، نزلنا ناس فاسدين، بدك اياه هذا الموزايك الكبير اجتمع تحت شعار تغييريين وماشيين بهذا الاطار. هن جايين من كل وادي عصا تحت مظله الثوره. الثورة مع انه ما بتهادن، ما بتخاف، ما بتغير موقفها، واضحة وصريحة. هن لا عندهم لا موقف واضح، لا موقف صريح، لا عندهم خطة، وجايين بده يحكوا مع كل الناس وبيسبوا بكل الناس. طيب هيدي هو العونيين الجدد، هذا هو لا يعني طلعوا على اساس انه يرفضون هذا النظام، وراحوا قعدوا مع كل مكونات هذا النظام وتفاوضوا معهم على خياراتهم وعلى الاسماء يعني هن نسيوا ليش الناس انتخبتهم. الناس انتخبتهم لانه بالدرجة الاولى انه هن ضد حزب الله وهن منهم فاسدين بالمبدأ. فاليوم عم بينسوا انه ليش الناس انتخبتوا. هلا بينقلوا البارودة من كتف لكتف، شو بيكون؟ هلا بيكون تغييري. هاي بتنطبق عليهم التغييرين. فالفكرة انه اليوم واضح لازم يكون موضوعهم وين، وخاصة بمعركة انتخاب رئيس الجمهورية. اليوم من اول ما بلش هذا المجلس النيابي خاضوا معارك خاسرة. اولا اوصلوا مرشح حزب الله لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعد. ثانيا اوصلوا نجيب ميقاتي لرئاسة ليكلف مجددا. فشلوا بعملية اللجان وغيره. طيب انت خضت كل هالتجارب بشكل خاطئ. كنت عم بتقول بالاول وحده ما عندي بعد الخبره السياسيه وعندي الحنكه السياسيه اللي عندهم اياها الاخرين، بس تبين انت مثلك مثل الباقيين عم بتساوم مع الكل، وعم بتجرب تجيب حصه لإلك، وعم بتجرب تعمل يعني محاصصه ضمن هذا النظام، علما انت جاي لتعمل رده فعل على النظام وتجرب تخوض معركه ناجحه. اليوم نحن قدام معركه مفصليه. رئاسه الجمهوريه هي مؤشر للمرحله المقبله. اسم رئيس الجمهوريه وحده كافي حتى يحل 3/4 الأزمة اللبنانية، لأنه إذا رئيس الجمهورية كان اسم بمواصفات مقبولة داخليا ودوليا، حزمة مساعدات كبيرة رح تجي لدعم هذا المشروع لإصلاح الوضع في لبنان ولرفع لبنان من الانهيار. أما إذا اجى رئيس من 8 أذار بمواصفات 8 أذار، نحن رايحين على الاستمرار بالانهيار، على انهيار اضافي، وبعدنا بمرحله كثير مريحه قدام الانهيار اللي نحن قد نوصل له بالمرحله المقبله. لذلك اذا بده يكونوا هالتغييرين فعلا بدهم تغيير هذا الواقع، علينا نكونوا الى جانب القوى المعارضه يلي عم تسعى لتغيير هذا الامر، ويطرحوا مرشحهم ويكون عندهم مرشح توافقي معهم، مش مرشح توافقي مع حزب الله، لأنه حزب الله واضح شو بده اياه، ولا مع حركة أمل، ولا مع التيار الوطني الحر، أي المنظومة الحاكمة. هالمنظومة الحاكمة هي ثلاثية حزب الله، تيار وطني حر، وحركة أمل. طب هودي الثلاثة هن المنظومة، أنت وينك رايح تفوضنا على شو؟ يعني أنت رايح تعمل محاصصة معه. ليه استثنيت باقي الأحزاب؟ ليه استثنيت الحزب الاشتراكي؟ ليه استثنيت تيار المستقبل؟ ليه استثنيت يعني ليه استثنيت؟ أولا تيار المستقبل هو خارج العملية السياسية اليوم، كان كل عمره بالمنظومة. طيب بس اليوم مش موجود حتى تيجي تحكي أنت وياه أو يكون عنده كتلة نيابية موجود بالمجلس النيابي. استثنيت القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وكثير من المستقلين الموجودين سواء من الطائفة السنية أو حتى من غير ما أماكن. هودي عند جدد بالتجربة أو حتى كانوا موجودين بالمجلس النيابي بس ما كان عندهم تجربة سابقة. يعني بعطيك مثل النائب فؤاد المخزومي، نعم، يلي هو اليوم حيثية سنية كبيرة في بيروت، عم بيجرب يعمل نوع من التوافق بحد الأدنى ضمن الطائفة السنية، وانطلاقا من الرؤية السياسية اللي تم مناقشتها دار الفتوى مؤخرا، وعنده جولة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وبأكثر دولة غربية لتشجير علاقاته لمصلحة لبنان. طيب أنا هود الأشخاص يلي عم بيعملوا هذا الجهد، عم بيسخر علاقاته الخارجية، عم بيجرب يحط مؤسساته ونجاحاته بالأعمال لمصلحة الشعب اللبناني، ليش ما نتقاطع معهم؟ فالتغييريين لازم يتحالفوا مع فؤاد مخزومي، مع أشرف ريفي، مع هيدا الأشخاص وهيدا الشخصيات مثل ميشيل معوض، مثل غيرهم من على موضوع يلي بيشبهون، وإضافة للأحزاب يلي منا منغمسة بالفساد. اليوم ما في يقول أن الحزب القوات اللبنانية هو منغمس بالفساد، ولا الكتائب ولا غيره. هودي أحزاب عندها موقف سياسي صريح وواضح، في إمكانية التعاون معه، وصفة الفساد لا تنطبق هناك. طيب. أما بما يتعلق بالحزب الاشتراكي تكفي لك الجواب. الحزب الاشتراكي اليوم في حيثية يعني قدر
الحزب الاشتراكي خلال المرحلة الماضية لعب على توازنات كثيرة. بما مكان ما هو بيعتبر أو بيعتبر نفسه من محاربي الفساد، علما أنا برأيي هو جزء من هالمنظومة لا يمكن استثنائه عن هالمنظومة، ولكن عنده شيء مواقفه السيادية متقدمة إلى جانب كل القوى يلي بتطالب بإعادة الدولة وببناء مؤسسات بلبنان، ويعني رفع يد حزب الله وإيران عن الدولة اللبنانية. وهذا الشيء مواقف واضحة حتى بحوارهم مع حزب الله قالوا لهم إياها بشكل واضح وصريح. نعم أستاذ توني، امبارح كمان الأصوات يلي نالها ميشيل معوض، هل برأيك عم يحرق هذا الاسم اليوم؟ لأنه استعمل ب 36 صوت يعني أخذ امبارح ميشيل معوض، يعني الكتائب والقوات اللبنانية ماذا أرادت من خلال التصويت لميشيل معوض تحديدا؟ أنا برأيي تصويت لميشيل معوض خلق نواة صلبة يمكن الانطلاق منها وتأسيس لتحالفات أكبر في المرحلة المقبلة. ميشيل معوض هو مرشح جدي لرئيس الجمهورية، ما بدنا ننسى أنه هو ابن الشهيد الرئيس الشهيد روني معوض يلي تم اغتياله بلحظة أريد أن يكون لبنان بشكل كامل تحت السيطرة والاحتلال السوري. اغتيل بلحظة محورية، يمكن وقت كان عم ننتقل من وضع لوضع بالإقليم وبلبنان، عم ننتقل يعني من فترة انتهاء الحرب الأهلية وبناء الطائف ومؤسسات دولة، تم اغتياله حتى يصير لبنان في السيطرة السورية بشكل كامل للاحتلال السوري. نعم. اليوم روني معوض رفض هذا الأمر برأيك؟ طبعا، ولا كل شخص يتم اغتياله بيكون رفض، يعني اغتياله مرتبط برفضه المشروع الإقليمي أو هيمنة أو تسليم البلد. اليوم الباك جراوند زي ما بدي اقول لروني معوض واضحه، هي لميشيل معوض هي سياديه، هي وطنيه، وهي ايضا منطلقه من تجارب ناجحه على مستوى دوره كنائب بالمرحله الماضيه. طيب اليوم هذا الترشيح بس البعض كمان يعيب على ميشيل معوض انه بوقت من الاوقات كان جزء من هذه المنظومه وكان عضو بتكتل التيار الوطني الحر. بس كمان انا بدي اعطي حقه وانصفه لهذا الشخص انه تقدم باستقالته، هو فات مع التيار الوطني الحر على اساس عناوين معينه، وقت اللي شاف هالعناوين غير مطابقه للواقع وهي مختلفه تماما استقال من التكتل واستقال من المجلس النيابي وراح باتجاه صوت الناس مع الثوره، وكان من المشاركين بالثوره. يعني حتى انا بستغرب تغييريين ليش ما صوتوا له، ما هو كان هو وحزب الكتائب وهالمجموعه هن اركان اساسيه على الارض بالثوره، فليش هلا صرنا قبل وقت اللي كنا بالثوره سوا بتعتبرون ثوار، هلا صرتوا تسمون اعضاء منظومه؟ فكمان فيها سكيزوفرينيا الموجوده لازم يطلعوا منها، لازم يكون في معايير، مش بخيط المعايير بما يناسبني، في معايير بتكون وبنشتغل عليها تطبق، وما فيهم يجوا يدعوا انه هن منزلين ومعصومين عن الخطا ويتعاطوا مع الاخرين كانهم هن مقدسين بالمجلس النيابي. لا، هن جزء من هن جزء من هذا المجتمع، هن كل واحد عنده تجربه ماضيه، كانوا اعضاء باحزاب، يعني ما كل واحد عنده تجربه ماضيه. فاليوم خلينا نطلع كلهم جايين من احزاب ومن خلفيات سياسيه واستفادوا من كل النواحي من هذه الاحزاب ومن هذه المنظومه، يعني ما حدا يضحك على الثاني، كلنا بنعرفهم وبنعرف وين كانوا باي تيارات باي احزاب، كيف استفادوا من هذه الاحزاب ومن مؤسسات هذه الاحزاب وكيف عملوا ثروات ايضا. طبعا يعني هن جزء من هذا النسيج الاجتماعي والمهني والاقتصادي والفساد بكل تبعاته. اليوم صار في ثوره، في ناس قررت بدها تخلع عن الثوب الماضي ونخرط نحو لبنان الجديد. نستفيد هلا من هون لازم كان يعني. كل الثوره هي مين قرر يروح باتجاه لبنان الجديد، فهود الاشخاص اللي قرروا سوا. ليش هلا عم تجوا تفصلون تردون انه انت مش ثوره وتعملوا فحص دم بالوطنيه؟ لا، ما بحق لك تعمل هالشيء. وبرجع بقول لك انا ترشيح ميشيل معوض وترشيح جدي وثابت، الاحزاب اللي دعمته هي جديه بدعمه، ما كانت عم بتناور، بالعكس نزلت بشكل واضح خلافا للمحور الاخر نزل بشكل غامض، تخبى خلف الاوراق البيضاء وما كان عنده الجرأة يطرح اسم. المعارضة راحت طرحت اسم، جابت تقريبا 36 صوت فعلي، ولكن اكيد هن اكثر في نواب غابوا في بعض عملية التحالفات والتموضع لكل نائب بخارطة الانتخابات ما كانت توضحت بشكل كامل، وبالتالي يؤسس على هاي 40 صوت للمرحلة المقبلة انه يكون ميشيل معوض مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، مرشح يتمتع بالمواصفات اللي عم بيحكوها الكل من فريق المعارض. حتى خطابات العلنية لقوى التغيير
بتتقاطع وبتجي بتصب نفسها اللي عم طيب بيطرحوا مشان بس معوض. البعض يعني انتم تتهمون او المحور في احد المحاور يتهم حزب الله وحلفاء حزب الله بانه يتبع لايران ولمحور الممانعه، بس كمان بالمقابل البعض يقول انه ميشيل معوض هو يتبع للمحور الامريكي في لبنان وقريب من السفاره الامريكيه في بيروت وعنده كثير كمان صلات واعمال مع الامريكيين في لبنان، ما كمان هذا محور وهذا محور. أنا خبرني وين الميليشيا الأمريكية اللي بلبنان أو الميليشيا السعودية اللي بلبنان اللي عم تتمول من أمريكا أو من السعودية أو مدري وين. اليوم واضح في ميليشيا إيرانية تمول من إيران، لذلك بس وقت نحكي بالسيادة مش لازم ما نكون ولا محور. اليوم أنا وقت وقت نحكي بالسيادة عم يسموا حالنا أحزاب سيادية، وقت نكون أحزاب سيادية يعني نحن لا ننتمي إلى أي محور من هذه تماما المحاور. مطلقا. أكيد علينا نرفض أي محور، نحن لن نكون في لبنان لا محور أمريكي ولا أوروبي طيب ولا بس اليوم أنت عم بتأيد شخص ولكن اليوم في عليه اتهامات من الطرف الآخر إنه يتبع لأحد المحاور وأحد السفارات. ولكن أنا إذا شخص عنده علاقات خارجية وقادر يجيرها لمصلحة لبنان خاصة بهالظرف الاستثنائي. طيب حزب الله كمان يعتقد إنه هو عم بيقدر يجير العلاقات الخارجية لمصلحة لبنان. في هلأ موضوع الفيول وراح راح المسؤولين اللبنانيين إلى إيران ليحكوا بموضوع الفيول يعني كمان عم بيجير امور فينا نوضحها بشكل سهل جدا لهذا الموضوع. اولا بما خص الوضع اللي نحن وصلنا له بلبنان من انهيار اقتصادي هو بسبب حزب الله وبسبب المحور اللي اخذنا عليه. حزب الله اخذنا على محور عنوة وبالقوه، اخذ الشعب اللبناني والمؤسسات خطف الكل حطوا المحور الايراني. اكيد في ناس كثير وقفوا بوجهه اعترضوا عليه وبعدنا معترضين واحزاب معترضه، ولكن عم نحكي نحن حزب مسلح احتل بيروت بوقت من الأوقات، استخدم سلاحه بالاغتيالات السياسية اللي صارت، وقدر من خلال حلفاء له من خلال شبكة أو تحالف الفساد والميليشيا أنه يسيطر على الدولة اللبنانية وحولها للمحور الإيراني. فلذلك هون أنا بقول أنه حزب الله هو السبب بالانهيار الاقتصادي والسياسي وعزلة لبنان دولية. اليوم بالعكس نحن بدنا ناس عندها علاقات خارجية مثل ميشيل معوض ومثل فؤاد مخزومي ومثل كتير ناس ومثل أحزاب تانية موجودة عندها علاقات خارجية مستعدة تجير علاقاتها الخارجية لمصلحة لبنان لتأمين حزمة من المساعدات الخارجية للبنان تنقذنا من الوضع الاقتصادي. نحن كيف نطلع من يعني تنكون منطقيين، نحن بحاجة نطلع حسب كل خبراء الاقتصاد حوالي 15 ل 20 مليار دولار تنطلع من الأزمة الاقتصادية. لا بحللش إياها كم ستار نفط بيجوني من إيران أو من غير إيران، بحلل لي إياها حزمة اقتصادية مع مشروع إصلاحات مع ثقة دولية ترجع بلبنان، بترجع بترد لبنان خلال 6 أشهر إلى المسار الصحيح. نعم. لبنان بلد صغير اقتصاده منه واسع وكبير، إصلاحه سهل إذا كان في إرادة ودعمه سهل. فكل القصة عملية تغيير بدها 6 أشهر، ولكن بدها أشخاص يقودوا عملية التغيير. من هي عم نحكي رئيس حكومة ورئيس جمهورية ووزراء يكونوا ما عليهم شبهات فساد ولا يفوتوا بمشاريع المحاصصة. سيد توني رح نكمل نحكي بكل هذه المواضيع إنما من بعد ما نتوقف مع فاصل إعلاني. برجع برحب فيكم أصدقائي المشاهدين ونتابع هذه الحلقة من لبنان اليوم يلي بيستضيف فيها المحلل السياسي الأستاذ توني بولس. أهلا وسهلا فيك مجددا عبر شاشة تلفزيون لبنان. أستاذ توني، حكينا عن ما جرى بالأمس في جلسة انتخاب الرئيس، كنا نمنع أساس في حكومة وعينا في جلسة انتخاب رئيس. لماذا هذا التأخير برأيك في تأليف الحكومة؟ وهل صرنا بالخواتيم، إذا فينا نقول في خواتيم سعيدة؟ اليوم في معلومات تقول أنه الحركة المكوكية اللي قام فيها اللواء إبراهيم ممكن تثمر حكومة في الساعات أو في الأيام المقبلة. بالواقع كنا بالمرحلة الماضية مثل ما تفضلت وقلت وصلنا تقريبا لشبه اتفاق انه في حكومة، بقي بعض التفاصيل، وحتى في كان ضغط فرنسي باتجاه القوى السياسية انه يصير في حكومة جديدة منعا لأي تفسير بالدستور اللبناني او لغط بتفسير بعض المواد الدستورية تاخذنا على أزمة نظام بنهاية عهد الرئيس ميشيل عون. فلذلك كان في هذا الموضوع رايح بهذا الاتجاه، ولكن اجت صدمة انتخاب او تعيين فجأة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. هذا الامر هو بحد ذاته قد يكون عائق، لانه حيفتح النقاش مجددا حول امكانيه المجلس النيابي انه فعلا يقدر يصوت او يعطي الثقه لحكومه اذا تم تشكيلها. وبالتالي هون كمان عندنا ازمه جديده ما كانت مطروحه بالوقت السابق، اليوم عم بيتم طرحها من جديد او تسببت فيها هيدي الجلسه. فمشان هيك ما بعرف اذا هالحكومه قديش في امكانيه لولادتها، ومنه واضح اذا فعلا الرئيس بري مقتنع انه يكون في حكومه
بالمرحله المتبقيه من عهد ميشيل عون. كان لافت امبارح غياب الرئيس ميقاتي عن الجلسه. ربما يعني هو اولا بالجلسه حضور رئيس الحكومه وحضور معنوي بحق له ما يكون موجود، ولكن يعني حسب ما قال الرئيس بري انه هو طلب منه انه ما يجي، انه الجلسه حتكون سريعه، وطالما انه الجلسه عارفين كيف رح تبدا وكيف حتخلص، فانه ما فيها اي جديد او اي مفاجاه ممكن تكون، فلذلك ربما يكون غاب الرئيس مئاتي. طيب يعني نحن اليوم برايك منا امام ساعات او ايام مثل ما عم بينحكى لتاليف حكومه جديده؟ يعني هي عملية متناقضة، يعني حتى لو رحنا بكرة من يعرقل هذا التأليف؟ يعني في عدة مسارات اليوم بوجه تأليف حكومة. أولا مطالب فريق تيار الوطن الحر يلي عم بيعتبر حاله أنا بده يخرج من السلطة بآخر الشهر، وبالتالي بده يرجع يعوض هذا الخروج من خلال تواجد واسع النطاق بالحكومة. فلذلك عم بيقترح أول شيء أن يحتفظ بالحقائب اللي بده إياها اللي حاليا عنده إياها، ويضيف لها حصة، وبالتالي يمسك أقله الثلث المعطل بالحكومة، وبتصير هيدا يعني الثلث المعطل بيعوضه عن خسارة صلاحيات رئاسة الجمهورية اللي بطل موجود بالمرحلة المقبلة. كمان بيعتبر أنه بده يجرب مرق تعيينات، انه مثل ما شايف نفسه انه رايح على من تجربه فاشله، من تجربه انهيار، من رئيس جمهوريه ما قدر عمل اي انجاز بعهده، فبده يجرب يكون في تعيينات على المستوى الامني، على المستوى الاقتصادي، على مستوى حاكم مصرف لبنان، يأمن له بقائه بالمرحله المقبله بالدوله، ويعمل له حصانه بالدوله خدماتيه بوقت نجمه السياسي او في افول لنجمه السياسي بالسلطه. فمن هذا البعد الرئيس عون بده حكومة، ولكن مش حيلا حكومة يكون تأمن له هذا الحضور. بالمقابل نجيب مئاتي منه مستعجل، لأنه بيعتبر أنه هو عنده حكومة مستقلة عم تصرف الأعمال، وهو نفسه كمان ماسك ورقة التكليف، وبالتالي بيعتبر ليش بدي بيع قدم هيدي الورقة لميشيل عون وعزز له حضوره بالمرحلة المقبلة ويخلق لنا عراقيل مقبلة حتى بعد خروجه من قصر بعبدة. أيضا رئيس بري بيشوف أنه منه متحمس لهذا الموضوع، أنه حكومة جديدة لن تقدم ولن تؤخر. كان عنده موضوع إمكانية استبدال وزير المالية بوزير آخر، بس هيدا على ما يبدو أنه ربما تجاوزوها. فلذلك في فريق مستعجل بده حكومة، ولكن مش بمواصفات هو بلاقيها مناسبة، وفريق تاني هلا عجلة أو رغبة مئاتي تشكيل حكومة هو خوفا من التهديد يلي عم بيقوم فيه ميشيل عون، انه انا بنهاية عهدي اذا ما كان في حكومة مكتملة الصلاحيات انا ممكن اعمل مرسوم سلم فيه صلاحيات رئاسة الجمهورية لجهة اخرى. هاي الجهة عم ينحكى انه قد تكون مجلس دستوري، قد تكون مؤسسة قضائية، اكيد ما راح يسلمها. هل هذا الامر دستوري برايك؟ ما هو الدستور صار مثل المغايطة، كل طرف بيمغطه بالشكل بيناسبه بيخدم له اهدافه ومصالحه. ما في جهه واضحه عم تيجي تقول هالدستور بيقول هيك. هلا من ناحيه انه نهايه ولايه الرئيس لا لبسه فيها واضحه مثل عين الشمس، انه بواحد تشرين ثاني يصبح رئيس سابق ما عنده اي صلاحيات. عم بيلعبوا على عمليه انه اي حكومه مستقيله او حكومه مكتمله الصلاحيات. حتى في راي دستوري بيقول يمكن شفنا مطالعه دستوريه بالشرق الاوسط لامين عام مجلس الوزراء عم بيحكي انه حتى لو الحكومه ليست حكومه، يعني حكومه تصريف اعمال، ممكن هي تكون او تمسك بزمام الامور وتصير هي تحكم. يعني تماما هيدي المطالعه مثل ما تفضلت وقلت. ايضا في راي بيقول ايضا انه لو كانت حكومه مكتمله الصلاحيات الحكومه تعتبر مستقيله مع استقاله او انتهاء ولايه رئيس الجمهوريه، وبالتالي اصلا بجميع الاحوال بواحد تشرين الثاني هالحكومه شو ما يكون رح تكون حكومه تصريف اعمال. في اراء دستوريه عديده، الاشكاليه انه السياسيين هن بدهم عم يفسروها. تفسير هالاراء من قبل السياسيين بيخضع للاستنسابيه وللمصالح وللمكاسب. اما لو كان في جهه، وهون كمان في لغط من يفسر الدستور، لانه في بعض محاضر اتفاق الطائف بتقول صلاحيه تفسير الدستور اللبناني يجب ان تكون مناطه بالمجلس الدستوري، هو من يفسر القوانين، كونه جهه قضائيه، جهه منا سياسيه، وبالتالي عندها رئيس بري مصر انه تكون عند مجلس النيابه عمليه تفسير الدستور. فبالتالي هذا الضياع وهذه الثغرات الموجوده بالنظام اللبناني هي عم تترك مجال لتأويلات واجتهادات معينه، وبالتالي بتاخذنا على استحقاقات غريبه عجيبه. بالدستور برايي ما في شيء اسمه فراغ رئاسه الجمهوريه، يعني حتى في بند واضح، اذا رئيس مجلس النيابه ما دعا على جلسه
يتداعى النواب تلقائيا بالايام العشره لانتخاب رئيس للجمهوريه وحتى خارج نصاب، يعني وكانه الدستور بفلسفته عم بيقول لك انه يفترض يكون في باي وسيله انتخاب رئيس الجمهوريه، مش عم بيقول انت بتلت المعطل تبعك عطل لي بنصابك. يعني انتخابات بمن حضر؟ طبعا، لانه بالاخر السلطه هي استمراريه، وهود النواب هن من واجبهم مش يعطلوا، واجبهم يجوا ينتخبوا رئيس جمهوريه ويعملوا دورهم التشريعي. مش كل واحد، اذا كل مؤسسه فيها ثلث معطل، الحكومه ما بتمشي، المجلس النيابي ما بيمشي، رئيس الجمهوريه ما بيقدر يشتغل، الادارات العامه، يعني عم نعطل البلد. فنحن اليوم قدام ازمه نظام، هزمه نظام. صحيح اتفاق الطائف. رح نحكي من بعد ثوره 17 تشرين انطرح كتير امور وكتير انظمه، وصار لازم ندفن الميثاق وندفن الصيغه وندفن ال 43. انحكى بتعديلات بالطائف، انحكى بالغاء الطائف، رحنا الى الفدرله، البعض اليوم يتكلم بالفدرله. صار في مجموعات عم تطلع على الاعلام وعم تحكي بالفدراليه في لبنان انه هي الحل. البعض الاخر وبعض الاحزاب مثل الكتائب والقوات اللبنانيه ما حكيوا بالفدراليه، حكيوا باللامركزيه الموسعه، اتهموا ايضا بانها توطئه للفدراليه. يعني بين كل هذه الانظمه اليوم برأيك أنت الخاص أي نظام هو الأمثل للبنان؟ تجربة 100 سنة اللي قطعت، نحن على بلشنا بالمئوية الثانية، بهالمئوية الثانية يفترض ما نشتغل أو ما نكرر ما حصل بالمئوية الأولى ونستفيد من المئوية الأولى. طيب شو هي أول خطأ؟ أول خطأ صار بالمئوية الأولى عم نكذب على بعضنا، نحكي بالعيش المشترك. بهذا العيش المشترك نحن كم حرب أهلية خضنا، قديش عملنا مشاكل بين بعضنا كمكونات لبنانية، وبالتالي نحن بصيغة صح عايشين ضمن دولة واحدة، ولكننا كأننا جاليات متعددة عايشين بدولة واحدة وعم نتصارع مع بعضنا. يعني عدو هذا الفريق هو حليف هذا الفريق، الشهيد عند هذا الفريق هو قتيل هون، وبالتالي حتى بأدنى مقومات ونحن ضمن دولة واحدة منا موجودة 100 سنة بهالطريقة. هذا الأمر ينعكس بالإعلام اليوم بكل شيء، يعني اليوم بالمناطق، حتى إذا بتشتري شقة، إذا بدك تروح على مطعم، يعني بكل شيء بحياتنا الاجتماعية نحن مختلفين. يعني لبنان مقسم طائفيا برأيك؟ مقسم بشكل كبير طائفيا. نعم. وبالتالي نحن دويلات عايشين بدولة واحدة. اجى اتفاق الطائف كان يفترض يحل هذه المشكلة ويحولنا لمواطنين ضمن دولة واحدة. فشلت هالصيغة لكثير من الأسباب، رغم أنه بتحمل بطياتها إيجابية وكان هدفها توصل لإلغاء طائفية سياسية ومواطنة وغيرها. طيب اليوم نحن إذا بدنا نيجي نقول بدنا حل لل100 سنة الجايين، بدنا نضلنا عايشين بهذا، يعني في عندنا أجيال عم بتروح، أولادنا شو بدنا نعمل فيهم؟ نخليهم بهالبلد ولا بنسفرهم؟ لا، ما نلاقي صيغة أنه نستمر بهذا الشكل بوجود عندك فريق بده ينقض على باقي اللبنانيين ويجي يحولهم لأهل ذمة ويحولهم يعني مجموعات تابعة له ضمن هالبلد. هذا أمر مش مقبول. هذا بيخلي كتير ناس أنه تفكر إما بالتقسيم إما بالكونفدرالية، وبأقل طرح برأيي معتدل هو الفيدرالية. فصرنا الفيدرالية هي طرح معتدل انطلاقا من حجم الأزمة وانطلاقا عندك فريق بده يبتلع باقي الفرقاء. فاليوم خلينا نطرح، خلينا نحكي عن التقسيم. بس إذا نعمل هيك قراءة تاريخية بسيطة، بعهد الانتداب أو بعد عهد الانتداب بشوي كانوا الموارنة يستقون بالفرنسيين على حساب الآخرين. خلصنا من هيدي المرحلة، اجوا الفلسطينيين، السنة استقوا بالفلسطينيين على حساب باقي المكونات. وصلنا اليوم إلى العهد السوري، من استقوى بالسوريا كمان على باقي المكونات تحديدا على المسيحيين. رجعنا وصلنا هلأ إلى العهد الإيراني إذا فينا نسميه، أو المرحلة الإيرانية، كمان بعض اللبنانيين يستقون على البعض الآخر بالسلاح الإيراني إذا يعني هذا أفضل توصيف، يعني مثل ما تفضلت، يعني شرحتها بشكل واضح يعني عم نستوي على بعضنا كيف ما برم هذا الدولاب. مش مقتنعين انه نحن شعب واحد، فما نبلش من هون. انت النظام السياسي اللي بدك اياه هو بيعكس اراده الشعب. نحن كشعب عم نضلنا كل مره بنستقوي بدوله خارجيه على تنقض على الباقيين. هيدا ما فيك تبني دوله بهذا الشكل. في عندك مجموعات بدها تنقض على بعضها، لا، خلينا نيجي نحكيها بصراحه انه ما بدكم تعيشوا مع بعض، خلينا نروح على تقسيم. كيف الصيغة التقسيم بينحكى فيها 100,000 طريقة، وفي عنا 100,000 نموذج بالعالم، وهيدي قبرص جارتنا بمساحة لبنان، بس الاختلاط الموجود بلبنان كمان ما بيخليك تقسم لبنان وكبارصة بيعتبروا قريبين من اليونان والغرب وعايشين متعايشين، ما في حرب بيناتهم. قبرص الغربية إذا بدي أقول مزدهرة اقتصاديا، عم تستقطب استثمارات من كل دول العالم وصار جزء من الاتحاد الأوروبي. أما قبرص التركية وضعها مثل تركيا، أوكي، هن عايشين هيك ومبسوطين وهي بدهم إياه. طيب خلينا نقول نحن بلبنان في مين بده يكون لبنان الإيراني؟
تفضل عيش دولتك إيران، بدك تجاهد، بدك تقاتل، تجيب سلاح نووي، بدك تقاوم كل نهار، عمول اللي بدك إيه، بدك تعملها دولة دينية متطرفة، حقك. إذا هذا الشعب بده هذا الموضوع ما فيك تعترض عليه، فليكن. ولكن انه تجيب لي هالثقافه وتحط لي اياها ببيئتي وبمجتمعي وتجبرني امشي بثقافتك، هون لا، هذا الامر مش مقبول. يعني انت تتفق اليوم مع من يقول انه الهويه اللبنانيه اليوم هي في خطر، هويه لبنان يلي تعودنا عليها؟ اذا بدي فوت بهالتفصيل بنبلش ما بنخلص. لو وقت بنحكي نحن نقول انه حزب الله يغير ثقافه لبنان، منا اتهام سياسي. بلش لك من ادق التفاصيل. اول شيء انهيارات اللي صارت بالقطاعات الناجحه في لبنان، من المستشفيات للمصارف للمدارس والقطاع التعليمي ولا غيرها، كله هذا ينهار منه صدفه. اكثر من هيك طلع بالسياحه، السياحه اللي بده اياها حزب الله. حزب الله بده يحول لبنان لسياحه دينيه، مثل ما في سواح دينيه بيروح على ايران او على العراق وبيعمل مراكد، عم بيجي يحول لك سياحتك لسياحه جهاد ومقاومه، بيعمل جنتا وبيعمل مليتا وبيعمل هون. حتى وزير الثقافه أدرج هالمعالم ضمن قائمة المعالم الخارطة السياحية في لبنان. طيب هذا مش وجه لبنان، لأنه تاريخيا اللي بيجي على لبنان يشوف السهر في لبنان، جبال لبنان وجمال الطبيعة، الثلج، السباحة، هذا وجه لبنان اللي كل عمره بيعرفوا معروف لبنان فيه. بس في وجه آخر، يعني لبنان حرر أرضه من إسرائيل. لبنان يعني حرر أرضه من إسرائيل، اللبنانيين حرروا أرضهم مش حزب الله. وقت اللي كان حزب الله كل اللبنانيين كانوا مع حزب الله، هن يأمنوا له الغطاء، هن يدعموه، هن يأمنوا له كل شيء. الدولة كلها كانت مقاومة، مش بس حزب الله هو بيقاوم على قياسه. هلا حزب الله سلاحه مش مقاوم، هذا سلاح إيراني موجود في لبنان يتحرك وفق المصلحة والأجندة الإيرانية. فهذا السلاح ما بيشبهني، وهذا السلاح ما بيطالب لي بحقوقي ومصالحي. هذا السلاح له مهمة إيرانية موجودة عند حرس الثوري الإيراني. أنا ما بس في جزء كثير كبير اليوم من اللبنانيين تحديدا من المسيحيين عكس وجهة نظرك، يعني بيشوفوا انه هذا السلاح هو سلاحهم ودافع عنهم، تحديدا التيار الوطني الحر. هذا التيارات المتملقة إذا بدك، هي كيف كان في عندك مجموعات تتمسك بالسوري تستقوي على لبنان الثاني عم بيستقوا بسلاح حزب الله حتى يحكموا الآخرين بقبضتهم ويكونوا هن اللي مسيطرين على المناطق الثانية. وبالتالي هن عم بيعترفوا بتلقاء نفسهم وبنفوسهم هذا سلاح احتلال وهيدي قوة احتلال. بيقول لك أنا بتحالف معه، بعمل رئيس جمهورية وبعمل حكومة وبجيب وزراء وبعمل مدراء عامين. بس كان بآخر مقابلة ما بعرف إذا شفتها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للنهار، نيلة تويني، الزميلة نيلة تويني بتليفونها بتخليه يشوف أحد مسؤولي حزب الله عم يحكي عن البحر ولبس المايوهات على البحر بشواطئ المعاملتين وجبال، أنه هذا الأمر بده يتغير. كان رد واضح جبران باسيل رئيس التيار ويقول أنه هذه ثقافتنا وما ما رح نخلي حدا يغير لنا ثقافتنا وتقاليدنا والحياة يلي نحن عايشينها. كان واضح، يعني عم بيحكي بنفس المنطق يلي أنت عم تحكي فيه اليوم. بس جبران باسيل والرئيس ميشيل عون أول ما دخلوا المرحلة الجديدة بالسياسة ب 2005 حملوا شعار حقوق المسيحيين، وأنه هن المدافعين، حتى نصبوا نفسهم يعني فرسان مالطا شوي، هن بيدافعوا عن حقوق المسيحيين ويستردوا حقوق المسيحيين. شفنا المسيحيين منهارة كل مؤسساتهم، أموالهم محتجزة بالمصارف، عم بيهاجروا، صلاحيات رئاسة الجمهورية تم تسليمها بالمطلق. فمش مهم شو بحكي، المهم شو بعمل. هذا الفريق السياسي كان ممتاز بالحكي واستقطب 70% من المسيحيين حده انطلاقا من الحديث اللي حكيه، ولكن غير هالقوة المسيحيين عنده اياه حتى الى جانب حزب الله، حتى حزب الله يستفيد منها، وهون يكون الديل انه هو يستفيد بالسلطة مقابل هذا التجيير. لذلك انا ما في يعول على هالموضوع. بالنسبه للتيار الوطني الحر مستعد يبيع ما تبقى من المسيحيين مقابل ياخذ بعض المناصب بالسلطه. هلا بتقول له جبران باسيل بتجي رئيس جمهوريه ببيع طيب. من البترول والنور. وقت انا وياك استاذ توني، خليني اروح. لبنان سيتسلم اليوم على ما يبدو بخبر ورد من شوي الرد الاسرائيلي المنتظر حول ترسيم الحدود البحريه ان لم يطرأ ما يؤخر ذلك. يعني بموضوع الترسيم تحديدا صرنا فينا نقول كمان خلص الموضوع وانتهى مثل ما بشر رئيس الجمهوريه من كم يوم.
يعني الموضوع الترسيم برأيي متفق على العناوين العريضة اللي فيه من فترة مش من جديد. تم يعني المبادئ الأساسية اللي فيه كريش لإسرائيل وقانا للبنان، خط متعرج، في كان اتفاق على قصة الأنابيب وين بتقطع والتقارب 5 كيلومتر بين الأنابيب الاستخراج الإسرائيلية والأنابيب الاستخراج اللبنانية، وبالتالي في اتفاق على الموضوع. هلا اليوم توقيع الاتفاق وقرار سياسي، هذا القرار السياسي خاضع لعدة أمور، منها الانتخابات الإسرائيلية يلي ما تجري ب1 تشرين الثاني، لأنه كمان في صراع بنيامين نتنياهو يحمل الحكومة الحالية أنه هذا الترسيم بيصب بمصلحة حزب الله أو لا. يعني بالنتيجة صار مادة للصراع الانتخابي ما بعرف إذا فيها الحكومة الإسرائيلية تاخذ قرار قبل الانتخابات أو لا. وايضا ما بدنا ننسى انه كمان الولايات المتحده الامريكيه ب8 تشرين الثاني رايحه على انتخابات نصفيه، ومن الواضح انه الجمهوريين كمان عم بيرجعوا يستعيدوا قوتهم في مجلس الشيوخ وبالكونغرس. فلذلك يعني الاتفاق النووي صار على المحك. ايران تعتبر سلاح حزب الله والترسيم هي قضيه مرتبطه بتوقيع مع الاتفاق النووي، والحكومه الاسرائيليه او الانتخابات الاسرائيليه تستخدم هذا الامر كماده ضمن الحملات الانتخابيه. فاذا بيقدر الرئيس عون يقطع هذا الملف من هذه التجاذبات ويخرجوا من صراعاته الاقليميه والخارجيه بيقدر ينجح فيه، ولكن اكيد خلينا ننظر بحذر، لانه رئيس عون بذاته منه قادر يسيطر على الملف الترسيم بكامله، في حزب الله هو من يقرر فيه، وان كان ميشيل عون هو بالواجهه. نعم. مش هو اللي بيحسم. بما أنك إعلامي اليوم رح أختم بخبر للأسف خبر مؤسف، أنه أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن خطط لخفض 382 وظيفة بجميع أنحاء خدمتها، وبالتالي سيتم إغلاق BBC عربية، وبالتالي في كتار من الزملاء من لبنان ومن كل العالم العربي للأسف رح يخسروا وظائفهم في هذه الوسيلة الإعلامية. أنا بدي أشكرك أستاذ توني، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على شاشة تلفزيون لبنان. شكرا لك. وبتمام الساعة 2:30 رح نكون بنشرة مفصلة لآخر وأهم الأخبار. إلى اللقاء.